أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. يبدو أن راتب جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر سيتحول إلى أزمة كبيرة بالنسبة لاتحاد الكرة المحلي في الفترة المقبلة. واتفق جمال بلماضي على تمديد عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مقابل راتب سنوي يقدر ب1.5 مليون يورو، وهو الأعلى أجرا داخل قارة إفريقيا على الإطلاق. وطالب الجمهور الجزائري بمبررات بخصوص راتب جمال بلماضي الكبير بعد تراجع مستوى محاربي الصحراء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يرد على أي استفسارات من جانب المشجعين ووسائل الإعلام ليزداد الجدل في هذا الصدد. وعانى منتخب الجزائر من تراجع حاد في المستوى والنتائج خلال العام الحالي، وخسر كأس إفريقيا وأقصي بسيناريو درامي من تصفية كأس العالم على يد الكاميرون. وسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإبقاء راتب جمال بلماضي سرا بعدما وجد رئيسه جهيد زفيزف نفسه في مرمى الانتقادات. زفيزف أكد خلال وقت سابق أن بلماضي حتى وإن فشل في جميع أهدافه مؤخرا إلا أنه يستحق راتبا كبيرا بل وأكبر من الذي يتقاضاه حاليا. يذكر أن بلماضي قاد الجزائر للقب إفريقيا 2019 في مصر، لكنه ودع البطولة من المجموعات في الكاميرون وخسر بطاقة التأهل لكأس العالم في قطر.